100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. وما أعتقدش يا جماعة إن في حد ممكن يكون ناوي يكون ضدنا بعد الحلقة دي. عارفين ليه؟ لأني ناوي أرضي كل الناس وكل الاتجاهات وكل الآراء المختلفة. بعض الناس في حلقات من اللي فاتت كانت بتبعت وتقول وجه كلامك للرؤساء، وجه كلامك للأنظمة السياسية والحكومات المتعاقبة الفاشلة. ماشي، أنا هعمل كده وهريح الناس اللي بتقول كده، لكن بعد الحلقة دي اللي هيشتم يبقى بجد بيتلكك. كفاية، أنا اتسبيت بالأم والأب وتسبيلي الدين وأهدر دمي في بعض الحلقات. تعالوا نختار أي مشكلة في حياتنا ونوجه كلام للرؤساء اللي حكموا مصر في الفترة اللي فاتت، ونمسك واحد واحد فيهم وهعمل زي ما انتوا عايزين. في مشاكل كتير في حياتنا، فقر وجهل ومرض، أمية تعليم، مجتمع ذكوري متخلف، عشوائيات وعشوائية تصرف وعدم تدين وي. بس على العموم في ناس لسه ما عندهاش فيروس سي ما بتاكلش كفتة وربنا يستر عليهم وما يجي لهمش فيروس سي، ولسه في ناس مش تحت خط الفقر وربنا يستر عليهم وما ينزلوش تحت خط الفقر. تعالوا نختار مشكلة كلنا بنعاني منها، اللي بيركب عربية، اللي بيركب مواصلات، اللي ماشي على رجله، حتى اللي راكب عجل، ده اللي قاعد في بيته بيعاني من مشكلة الزحمة بسبب الخناقات والزمامير وي. نبدأ بمين؟ نبدأ بمبارك. آخر كام سنة في مبارك بعض الجرايد وصلت لمرحلة ان المانشيتات بتاعتها حلوا مشكلة الزحمة. مانشيتات الجرايد يا جماعة، انتم متخيلين انا بقول ايه؟ ما علينا. مبارك محلش مشكلة الزحمة قبل ما يمشي. مبارك فاشل. مشي مبارك بطريقة او بأخرى، بطريقة أو بأخرى. جه المجلس العسكري وحكومة شفيق وعصام شرف والجنزوري، طبعا فترة انتقالية، وما حلوش مشكلة الزحمة. جه محمد مرسي وحكومة هشام قنديل. هو أي نعم محمد مرسي ما عادش غير سنة، ولكن هو بعضمة لسانه قال في خلال 100 يوم هحل كذا وكذا وكذا ومنهم مشكلة الزحمة. محمد مرسي ما حلش مشكلة الزحمة. محمد مرسي فاشل. مشي محمد مرسي بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، أخرى بطريقة أو بأخرى. جه عدلي منصور وحكومة حازم الببلاوي وبعدها حكومة محلب، فترة انتقالية وبرضه فشلوا في حل مشكلة الزحمة. اتعملت انتخابات وجه عبد الفتاح السيسي. اي نعم في شوية طرق وميادين اتعملت، ولكن البعض بيرى انها مجرد مسكنات مش حل جذري للمشكلة. عبد الفتاح السيسي لسه ما كملش سنة، ولكن عشان انا وعدت عايزين تقولوا عليه فاشل. فاشل وفشل لغاية دلوقتي في حل مشكلة الزحمة، عشان ما حدش يزعل. كده تمام؟ كله مبسوط 100. ايه؟ مين؟ ثانية واحدة يا جماعة، علشان المخرج بيقول لي في السماعة ان في رئيس مهم جدا انا قلت له عليه قبل التسجيل ونسيت اجيب سيرته. نسينا اهم رئيس، الرئيس الفعلي للبلاد اللي قاعد على قلبنا وممشيش ومش هيمشي ولا بطريقة ولا بأخرى، ومحدش هيقدر يمشيه. ولا انتوا ناويين تيجوا عند الرئيس ده وتقولوا لا ده ملكش دعوة بيه، ده ما تجيش جنبه، كله إلا ده؟ لا، اللي عنده مبدأ يبقى يطبقه على الكل. مين هو الرئيس ده يا جماعة؟ الرئيس ده يا جماعة هو اللي عنده ويمتلك 2,200,000 عربية. الرئيس اللي بيتكلم في الموبايل وهو سايق العربية، الرئيس اللي بيركن صف تاني وتالت ورابع، الرئيس اللي بيمشي عكس الاتجاه، الرئيس اللي بيرجع بظهره بالعربية، الرئيس اللي بيقعد يتفرج على الحادثة ويوقف الشارع، اللي بيمشي بعربية بايظة وتعطل منه ويوقف الطريق، اللي بيقف ينزل حد في وسط الشارع أو يقف يسأل على عنوان في وسط الشارع، الرئيس اللي بيشتم واحد عشان واقف صف تاني وبعدها بشارع بيعمل نفس الحركة. منتهى التناقض اللي في الدنيا. الرئيس اللي بيجي من أقصى اليمين لأقصى الشمال، الرئيس اللي بيعمل زفة بالعربيات في الشارع. منتهى التخلف والهبل والاستهتار. الرئيس اللي بيتخانق مع رئيس تاني في الشارع ويوقفوا الطريق. الرئيس الذي
لا يلتزم بالقانون. الرئيس اللي حسب آخر تقرير في نوفمبر 2014 عمل 500,000 مخالفة في شهر واحد بمعدل 17,000 في اليوم. طبعا ده اللي اتمسك. اضربوا الأرقام دي في 10 في 20 في 50. ها، ناويين نوجه كلام ليه هو كمان ولا ده؟ لا، احنا اللي بنخلق مشكلة الزحمة بنسبة 60 أو 70% ونقول لهم حلوها. طب هقول لكم على حاجة، احنا مش في بعض الناس ساعات بتقف في إشارة حمراء تلاقي اللي وراه بيزمر لها ويقول لها ايه يلا عدي في ايه؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي عايزينهم يحلوا المشكلة واحنا مش بنلتزم بالقانون؟ يا جماعة هم بيلعبوا سياسة، ايوه سياسة مرورية، يحطوا قوانين ومخالفات عشان احنا نقع في الغلط وندفع ونقع. احنا بقى المفروض كمجتمع نسيبهم ونقعد مع بعض ونقرر ونقول احنا بقى هنلعب معاكم مجتمع، ومش هنقع في الفخ ومش هندفع مخالفات ولا غرامات. اكيد في حد هيقول هم المفروض يطبقوا القانون، انا معاكم، هم فعلا المفروض يطبقوا القانون، ولكن المفروض احنا نلتزم بالقانون. لو وقفوا لك عسكري تديله 5 جنيه في ايده، لو ما وقفوش تخش عكس الاتجاه. يعملوا اشارة ما تلتزمش بيها، ما يعملوش اشارة تقول ايه الاهمال والقرف ده، فين الاشارات؟ لا كده عاجب ولا كده عاجب. احنا عايزين ايه؟ يوقفوا عميد او لواء على كل عربية عشان نلتزم؟ معقولة؟ يا جماعة احنا مجتمع وشعب لا يلتزم ولا يحترم القانون، مجتمع فاشل ولازم نعترف بكده، مجتمع فستك وسلوكه غير حضاري بالمرة. سلوكه غير حضاري. سلوكه. بصوا يا جماعة، أنا مش بدافع عن الأنظمة، لا، هم غلط وعندهم أخطاء فادحة، عندهم فشلة، ما عندهمش إرادة سياسية، ما عندهمش، ماشي، ولكن عندي سؤال وراعوا ضميركم وانتوا بتجاوبوا عليه. هم فشلة وما عندهمش إرادة سياسية، هل احنا عندنا إرادة شعبية؟ هو ده السؤال. كل شوية نغير الأنظمة بطريقة أو بأخرى وإحنا مش بنتغير. إيه ده؟ معقولة نغير أنظمة ونروح بيوتنا وترجع ريمة لعادتها القديمة؟ يا جماعة كل واحد فينا عايز يكون من حواليه يتغير وهو مش عايز يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآخر مرة هقولها عشان في ناس بتفهم كلامي غلط تماما، مع إني دايما بحاول إن أنا أتكلم بوضوح تام. زي مثلا يا جماعة أقول لكم حاجة، زي مثلا في حلقة العشوائيات قنبلة موقوتة، واحد بعت لي بيقول لي محمد سعيد يا عميل يا خاين، واخد كام ألف دولار أو كام ألف جنيه عشان تقول الكلام ده؟ إيه ده؟ واخد إيه يا ابني؟ أنا بقول لك إحنا بنتصرف غلط، تعالوا نتصرف صح ونلحق بلدنا قبل الانهيار. أبقى عميل واخد فلوس؟ أنا لو عميل واخد فلوس كنت سبتك وسبت نفسي نتصرف غلط والبلد تنهار. إيه ده يا جماعة؟ الناس دي بتفهم إزاي؟ الناس دي بتفهم منين؟ ما ينفعش كده بجد. مهم، ما علينا. كنت عايز اقول انه انا مش بدافع عن الانظمة السياسية، لا، ولكن انا برنامج اجتماعي بتناول القضايا والمشاكل والمصايب اللي في حياتنا من الزاوية الاجتماعية. انتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا ازاي ممكن نغير الرئيس ده، وايه الحل في الرئيس الفاشل ده عشان المجتمع يتقدم لقدام وبلدنا مصر ترجع زي زمان. محمد سعيد.